كل سنه وانتم طيبين حبايبي، رمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. وزي كل سنه وزي ما دايما متعودين ربنا ما يقطعها لي عاده، يلا بينا نعمل عزومه اول يوم رمضان. هوريكم ازاي بعمل العزومه بكل تفاصيلها عشان ابهر ضيوفي بالاكل المخدوم الخطير، وفي نفس الوقت ازاي بقدر انظم واوفر للعزومات. يلا بينا. وقبل ما ابدا الفيديو، تاني منشن عندكم ده معناه ان هو اقرب حد ليكم ده عليه العزومه دي الخميس الجاي، وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتس بكل صراحه رايكم في عزومه النهارده. ويلا بينا. اول حاجه ابتديت بيها ان انا جبت اللحوم بتاعتي. بنت عمي قالت لي انها جابت كيلو اللحمه ب 300 جنيه من جزاره العمده في الافتتاح في شبرا الخير. صراحه ما كنتش مصدقه لحد ما رحت جزاره العمده واكتشفت ان فعلا العرض ده كان موجود، بس انا للاسف ما لحقتوش. مصر كلها طلعت كانت بتتكلم عنه، وعشان جزاره العمده ما تزعلش الناس اللي ما لحقتش العرض بتاع 300 جنيه بتاع الافتتاح، عملوا لنا 4 عروض اقوى من بعض، الحقوها بسرعه عشان الزحمه هناك مش طبيعيه وحرفيا بتتخطف. اللحمه بتاعتهم خطيره يا جماعه، بلدي 100%، وانا شفت المزرعه بنفسي قبل كده وصورتها. هكتب لكم تفاصيل ال4 عروض تحت الفيديو وعنوانهم، وتقدروا تطلبوهم بالتليفون على 17335. وعشان اعمل العزومه بخلص حشو المحاشي بتاعتي قبلها بيومين واحطه في التلاجة في الرف الاول، وبعدين يوم العزومه رحت سلقه بطايه سقسقت بيها محشي الكرنب العظيم. وعشان الناس اللي ما بتعرفش تسوي المحشي، محشي الكرنب بورق عنب بنحط شوربه لحد اخر صف بالظبط، وشوربه تكون مغليه طبعا. وبالنسبه للفلفل والكوسه والبتنجان بنحط شوربه مغليه لحد نص الحله بس. وفي ورق العنب انا بزود ليمون وممكن كمان دبس رمان مع الشوربه، وبحط طبق عليه عشان ما يفكش، عشان للاسف اليومين دول الورق العنب اللي بيتباع مش ورق عنب، ده ورق توم، وطبعا مش اي حد بيعرف يفرق بين ورق العنب وورق التوم. المهم بعد ما المحشي بيغلي بنروح موطيين عليه لحد ما يستوي، وبعدين نعمل الملوخيه، كوبايتين من شوربه البط كده نصفيهم، وننزل بسر ماما الله يرحمها في الملوخيه، معلقه توم بالكزبره ننزلها في الشوربه قبل ما ننزل الملوخيه، وبعدين ننزل الملوخيه. طبعا لازم تكون الشوربه غليت قبل ما ننزل الملوخيه، نقلبها. بعد كده بقى نعمل الطشه بتاعتنا، بقيه التوم مع الكزبره ننزلهم في سمنه بلدي لحد ما يتحمروا، ونطش الملوخيه. وكده الملوخيه الخطيره خلصت معانا. وطبعا ما ينفعش العزومه من غير صينيه الوحوش بتاعت مايو. جبت كفته من جزاره العمده جاهزه على ان انا اعملها كور. التتبيله بتاعتها خطيره يا جماعه، ماسكه نفسها كده، نسبه الدهون فيها مظبوطه بجد خطيره. وطبعا برده جبت سجق وكبده من جزاره العمده، بس المره دي بقى جايبه الكبده بالحلويات بتاعتها. شوفوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. قطعت بقى الكبده والحلويات، قطعوها التقطيع اللي انتوا عايزينها. انا المره دي بس عشان تغيير يعني قطعتها مكعبات. دايما بعملها في الطبيعي شبه الشاورما كده، بس قلت المره دي عشان معاها الحلويات يبقى شكلها مختلف كده ولايق على بعض. ومن احلى الحاجات اللي هتعجبكم بقى عند جزاره العمده ان انتوا هتكونوا ضامنين الحاجه اللي انتوا بتجيبوها لانها من خير مزارعهم. بعد كده بقى قطعت السجق برده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وكلمه السر بالنسبه لي لاي اكل خطيره هي النظافه والنظام. خضارنا جاهز معانا متنضف ومتصفي. جبت طاسه عندي سخنتها، معلقه زيت زيتون، ونزلنا بالكبده وشوحناها، شلناها على جنب. بعد كده شوحت الكفته والسجق مع بعض. الموضوع مش هياخد معاكم وقت خالص وسهل، بس اعملوا زي ما انا بعمل عشان ما تنزلش منكم ميه خالص وتكون مشويه كده وخطيره. حطيناهم على بعض. بعد كده بقى نزلنا بالبصل والفلفل الالوان والفلفل الحامي الكتير قوي. واديني بقول لكم اهو الكميات براحتكم، كل واحد يحط زي ما هو عايز. ونزلت بالثوم والدقه. انا واحده بحب اخدم الاكل بزياده، تربيه الحجوج ربنا يديله الصحه وطولة العمر، وتربيه ماما الله يرحمها. وفي الاخر كده ننزل بشويه طماطم، معلقه صلصه، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. نفسي بجد تشموا الريحه. بعد كده رحت حطاهم بقى في الفرن. وكده صينيه الوحوش جاهزه معانا. عملت لهم كمان احلى صينيه كفته رز بالبطاطس هياكلوها في حياتهم. يا لهوي يا جماعه على حلاوه كفته الرز بتاعت جزاره العمده، في حته ثانيه خالص. صبعتها كده، بس هي كانت محتاجه تبقى ارفع شويه لانها لسه بتنفش في الزيت. وبعدين حمرتها، نزلوها في نار تكون متوسطه عشان ما تتحرقش من بره وتكون لسه نيه من جوه. وبعدين حمرت البطاطس بس تكون صوابع تخينه كده، وتقدروا تستخدموا بطاطس نيه بتكون اخف. ونعمل بقى الصلصه، معلقه سمنه كبيره، معلقه ثوم كبيره، يتشوحوا مع بعض. ننزل بالفلفل الحامي. ارجوكم حطوا فلفل حامي، لو مش عايزين براحتكم حطوا رومي، هي لازم بجد تتاكل سبايسي. نزلت بشفشق طماطم وزدت تاني فلفل حامي ورومي. هو ده الاكل الحرش يا جماعه، ملح وفلفل اسود. نزلنا بكفته الرز والبطاطس وعلى الفرن تتشمع وتبقى كده جاهزه معانا وخطيره. عملت برده طاجن بلحمه السن اللي جبتها من جزاره العمده. بصوا شكلها يا جماعه ولونها وجمالها، يعني حرفيا جوده اللحمه باينه من شكلها. وبنفس الطريقه برده هعمل الستيك اللي جايباه من جزاره العمده. وما شاء الله اللحمه مش شكل بس، هي كمان ما اخدتش وقت في السوا خالص، يعني اللحمه مش عجوزه. شوحت اللحمه على كل ناحيه كده لحد ما اخدت لون خطير. ونزلت ببصل هنا وهنا، فلفل حامي هنا وهنا، تقدروا تحطوا رومي براحتكم. انا قد ما اقدر وقد ما بيكون في قدراتي بخدم الاكل. صدقوني بيطلع جبار يا جماعه، بس حرفيا بننام كلنا بعد ما بنخلص الاكل. ما طبيعي ننام واخدين كميه بصل وتوم تنيم بلد منوم يعني. شوحناهم مع بعض ودخلناهم على الفرن وشمعناهم، وكده يكونوا جاهزين معانا. بصوا الجمال بجد. وعشان بقى اعمل لهم شويه فته
عظيمه كده، حبيت اجيب قطعه لحمه على بعض فجبت قشره لحم من جزاره العمده برضه. وهنا تقدروا تستخدموا موزه، تقدروا تستخدموا سن، تقدروا تستخدموا اي قطعيه لحمه انتوا عايزينها. شوحتها على الناحيتين تاخد لون خطير كده. بعد كده نزلت بقى بشويه بصل وطماطم، بعد كده نزلت بالبهارات، هكتب لكم كل التفاصيل دي تحت الفيديو. بعد كده نزلت بميه مغليه وسبت اللحمه تستوي، وبرده استوت على طول. اعمل صوص الفته، معلقه سمنه بلدي، معلقه توم كبيره قوي، اشوحهم كده مع بعض. بعد كده انزل بربع كوبايه من الخل، وبعدين اروح اسمى الكميه دي للنص. النص الاولاني هنزل بيه في شرشق طماطم وملح وفلفل اسود واسيبها تتسبك على جنب. النص التاني هزوده شوربه عشان اسقسق العيش. وبعد ما اللحمه ما شاء الله استوت معايا هدخلها الفرن احمرها في سمنه بلدي كده. ننزلها على الرز اللي معمول بالسمنه البلدي ونسقسقها كده برده بشويه شوربه بالثوم. انتوا متخيلين جمال الفته دي هيكون عامل ازاي؟ انا سقسقت الشوربه بالثوم دي الرز واللحمه، وبعد كده نزلت بصوص الفته. يعني حرفيا من احلى الفتات اللي هتعملوها في حياتكم. انا بجد مستنيه رايكم في الفته الخطيره دي. بعد كده بقى الحجوج بيكون محمص شويه عيش، اخدت كده وحطيتهم على الوش، وكده الفته الخطيره تكون جاهزه معانا. كنت سلقه بقى حمام محشي وفراخ محشيه قبلها بيوم، لان طبعا مع الدربكه دي مش هتلحقوا تعملوا كل حاجه في نفس اليوم، فعشان تكونوا منظمين اديت لهم وش كده بخلطه هكتبها لكم تحت الفيديو، لحد ما تحمروا تحت الفرن وبقوا بالعظمه اللي انتوا شايفينها دي. حمرت شويه مقبلات وبس كده انا خلصت. هستنى رايكم جدا في العزومه، وضروري جدا تقروا المكتوب تحت الفيديو. باي باي.